طب الاول عايزه اسالك على 3 شخصيات كنا بنتكلم قبل الفاصل، وقلت ان انا هرجع على طول واسالك على شخصيه الفريق السيسي، شخصيه فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر، فضيله قداسه البابا تودرس. عايزه يعني جمله على كل واحد فيهم. مبدئيا احنا لازم نعترف ان ال3 دول ربنا انعم علينا بيهم. يعني فعلا ال3 اسماء دول نعمه من عند ربنا. الفريق السيسي ده بطل شعبي وبطل قومي ومصري، نموذج يحتذى بيه. ده راجل شجاعته يعني مش لمجرد انه خد قرار وانه وقف في صف المصريين بس، ده كمان واجه اعظم الدول ووقف لهم وقفه ما حصلتش. احنا كنا كلنا مندهشين، طب هيعمل ايه؟ ده في وش امريكا، ده في وش امريكا. ده راجل اللي كلموه قالوا له اوباما هيكلمك وبتاع، قال لهم في رئيس يترد يكلمه يرد عليه. ان مين ده؟ ده حد عظيم جدا. فالحمد لله الحمد لله ان ربنا بعت لنا الفريق عبد الفتاح السيسي بامانه. احنا يعني عارفه اتردت لنا الروح يعني بعد 30/6. وهذا الرجل لما قال ان الشعب ده ما لقاش اللي يحن عليه او من يحنو عليه، كان على حق بجد. الشعب هو لم يجد من يحنو عليه. فعلا هو حس بالناس، وحس ان مصر في خطر نتيجه ان هو بقى كان في السلطه. طبعا يعني كان في السلطه، كان في المطبخ وشايف وقارب هذا الرجل وقارب هذا التنظيم وقارب الناس ديت، وعرف نواياهم وعرف كانوا هيودوا مصر على فين. النهارده احنا بيطلع لنا حاجات احنا ما كناش متخيلين. يعني ما كناش متخيلين قد ايه كانت الناس دي ناويه تفرط في مصر. اما بالنسبه للشيخ احمد الطيب طبعا. طب قبل ما نروح لفضيله الامام الاكبر، النداء اللي قاله الفريق السيسي وطالب المصريين ان هم ينزلوا ويوروا العالم تأييدهم يعني للقوات الامنيه ان هم يحاربوا الارهاب. انت برضو استقبلت الخطاب ده ازاي ونزلت فعلا في 26/7 ورا؟ طبعا انا ما يعني، والسيسي لو قال لي ينزل النهارده هنزل. يعني يقول، يعني هو يقول واحنا ننفذ خلاص. لان احنا عندنا دلوقتي رجل قومي ورجل بطل ورجل مصري اصيل، عارف مصلحه بلده وعارف مصلحتي. ده راجل انقذني. ده راجل خلى مصر في مكانة تانية خالص. ورجعنا بقى للدول العربية، ورجعنا بقى لقواعدنا تاني. لا احنا الراجل ده ربنا معاه، وربنا يديله الصحة وطولة العمر ويخليه للمصريين كلها. تمام. حتى لو ما رشحش نفسه للرئاسة، ورغم ان هو انا متأكد انه هيبقى مطلب شعبي، واتمنى ان هو يستجيب لده يعني. لكن على الأقل يعني يبقى يقول لنا مين اللي هيبقى صالح يعني. تمام. طيب. الشيخ أحمد الطيب بجد ربنا أنعم علينا بالشيخ أحمد الطيب. ده ما فيش زيه. وبأمانة شديدة جدا أنا كنت حزين حزن غير عادي إنه كان بيتهاجم وكان بيتحارب من الإخوان المسلمين. الناس دي مش عارفة قيمة الراجل ده، ومش عارفين قيمة النعمة اللي في ايديهم فعلا. وكنت مندهش جدا ازاي يعملوا كده، وازاي يحاربوا الازهر، وازاي يحاربوا هذا الرجل. يعني الراجل ده لامم الناس بحب شديد جدا. والراجل لا هو مستفيد من مكانه، ولا هو حابب سلطة، ولا حابب الظهور، ولا اي حاجة خالص. وراجل فعلا بيوري للناس قد ايه الاسلام المعتدل الوسطي الجميل، ازاي حابب شعب مصر كله بكل طوائفه بكل شخصياته، ازاي قادر يعمل توافق. ده كفايه بيت العيله اللي عمله. يعني كل الحاجات دي كلها لا تذكر ليه، مش ممكن. الحمد لله ان الحكايه رجعت تاني، وان المصريين بداوا يلتفوا حوالين الشيخ احمد الطيب. ده حاجه تمام. يعني برضه ربنا يخليه لنا. قداسة البابا تودرس، قداسة البابا انا بعتبره رجل العصر. شخصيه عظيمه جدا جدا ووطني لابعد الحدود. وميزه قداسة البابا تودرس ان هو خلى الشعب المسيحي يشارك في الحياه السياسيه. ده ما كانش بيحصل قبل كده. كان في تجنب.
تجنب كتير جدا، وما كانوش عايزين الكنيسة تدخل في أي نزاع أو أي طلبات أو أي صراع أو أي حاجة زي كده خالص. لكن الشعب ده شعب مصري، وكل واحد حر في انتماءاته، واللي عايز شيء ينزل يطالب بيه، ومن حقهم انهم يتظاهروا. الحقيقه لا، هو رجل العصر بمعنى الكلمه، وحكيم جدا جدا، وخير خليفه يعني لقصه بابا شنودة. خير خلف لخير سلف يعني. بالظبط.